حلقة النهارده فيها ضحك كتير. بسكوت اسمه لوتسي، لأن بسكوت اللوتس يا معلم تقريبا معدي 30 جنيه، بس لوتسي ده ب 8 جنيه. شكله بسكوت شاي من كراميل الأصل. خلينا نشوف جواها ايه. جواها 6 بسكوتات بالشكل ده، مكتوب هنا فيولا مش مكتوب لوتسي. واضح إن الصياعة كلها في ديزاين الكيس. بسم الله. مش بطال على فكرة، بس مسكر شويه وبتحس فيه بطعم قرفه. سكر بني، سكر ابيض، عسل اسود، زنجبيل، قرنفل. ده انا مش عارف ايه الاسود اللي تحت ده. هو مكتوب في المكونات ان هو عسل اسود. اكيد ملوش اي علاقه بطعم اللوتس او بلوتس او باي حاجه، بس هو طعمه حلو. ب 8 جنيه اشتريه بصراحه، حلو مش وحش. فاكرين الجيلي كولا؟ الجيلي كولا اللي هو كيس كان فيه 10، اللي هو كان بنص جنيه وبعد كده بقى بجنيه. ده جيلي كولا 2023 بعد ما اتداس على وشه وبعد ما الدولار عدى 30 جنيه. هو منتج مريب شويه اسمه ليكسي جيلي كولا، نفس شكل الديزاين بتاع زمان، بس هو مفهوش 10 بقى. في 3 يعني 1 2 3. اغرب بقى ان الواحدة اصلا يعني شكلها مريب كده، ناشفة شوية. ايه اللي حصل يا جدعان؟ ماشي. بتاع ناشف قوي قوي، تحس ان اسنانك هتتكسر وانت بتشد وبتمضغ فيها. ديكسي كولا دي بجنيه ولا تمت باي صله من الجيلي كولا القديمه. هل تعرف يا صديقي ان الباونتي بقت ب 20 جنيه؟ عشان كده جايب لك النهارده كوكونتي من شركه كوفورتينا دي ب 5 جنيه. ولو انت خدت بالك هتلاقي ان كوكونتي زي باونتي، وهتلاقي ان هنا مرسوم شوكولاته بجوز الهند، نوجا بجوز الهند مغطاه بالشوكولاته. خلينا نشوف. ملهاش ادنى علاقه بباونتي. باونتي بتبقى شوكولاته محشيه جوز هند، دي نوجا محشيه جوز هند. حلوه قوي، طعم الشوكولاته بتاعتها حلوه، ما فيهاش سكر، هي محشيه مش جوز هند، تحسها محشيه نوكا بطعم جوز الهند. كوفرتينا عاش يا ابني والله. واجمد حاجه فيها انك ما بتحسش بطعم السكر زاعق في بقك، اللي هو يلا نحط سكر كتير بحيث يغطي على طعم الحاجه، لانه اكيد ارخص من الشوكولاته من جوز الهند. واضح ان كلنا هنتجه للكوكونتي دي الفتره الجايه. تحقق التجربه ده لو عرفت تلاقيها، لان بصراحه انا ما بلاقيهاش بسهوله. لو بتحب شوكولاته جالاكسي هوريك حاجه بس ما تزعلش. لو شفتها من بعيد كده هتقول جالاكسي صح، هي اسمها شولز. يعني هي شكلها شكل الجلاكسي كده وكل حاجه، شوكولاته بطعم اللوتس، وهي من النوع الشوكولاته اللي هو مش بيتقطم ده، لا الشوكولاته السايحه، الشوكولاته اللي بتتفرد. بتاعها دي بجنيه او ب 2 جنيه تقريبا. شوكولاته سايله ماشي بالحليب ببدائل زبده الكاكاو. مكتوب هنا صلاحيه يا عم من تاريخ الانتاج، مفيش بقى تاريخ انتاج مكتوب اصلا. عاش يا ابني والله عاش. ازاي بقى البتاعه دي؟ ده شكل الشوكولاته كده، هي مكتوب عليها شوكولاته بطعم اللوتس. طعمها كله سكر صناعي، بالرغم ان اللوتس غالي. باكل حاجه صناعيه 100%، اللي هو بدائل زبده وزيت نباتي، وتحس انك شرايينك هتتصلب بعد البتاعه دي. مش عشان هي وحشه، هي طعمها حلو بس ما فيهاش طعم شوكولاته باين. خد بالك انت بتاكل ايه، انت بتاكل زيوت نباتيه وسكر دقيق قمح، مش عشان الشركه دي بس، لا كل الحاجات دي. عارفين ليز اللي هي اصلا شيبسي عندنا في مصر؟ هو بصراحه مش بيقلد الديزاين ومش بيقلد حتى شكل البطاطسايه، عشان كده نسيته للاخر، عشان هو اسمه ليتس، اللي هو حسيته ليز فليتس، مفيش فرق اكتر من كده. انا بصراحه كنت جربت منه طعم الشطه والليمون وكان حلو، المره دي لقيت طعم الخل والملح. ليتس ده ب 5 جنيه. نادرا قوي اما تلاقي بطاطس بيضه كده كبيره مش مفتفته ماسكه نفسها. معظم البطاطس اللي في الكيس بنفس المنظر، عشان كده عجبني اول مره بصراحه. طعم الخل والملح حلو، بس حاسس ان الخل فيه ازيد بكتير من الملح. دي حاجه انا عجباني، بس ممكن ما تعرفش تخلص الكيس كله. انا معجب قوي بنظافه البطاطسايه ومعجب قوي بقرمشتها. طب بقك تسمع قرمشه، ده من البطاطس الجميل. فرق السعر زيه زي اي كيس شيبسي. لو لقيت ليتس ده انصحك تجربه، لان هو فعلا يستحق ان انت تجربه وتدعمه، صدقني هتتبسط بيه. واضح ان احنا هنشوف ضحك كتير عندنا في الاسواق الفتره الجايه. عملت قبل كده فيديوهين عن لوتس الغلابه وام ان امز الغلابه، ده يعتبر استكمال للفيديوهات اللي قبل كده. يا ريت تعمل لايك لو الفيديوهات دي بتعجبك، ما تنساش تعمل فولو على فيسبوك وفولو على انستجرام. ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.